السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يوز بديعة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير لي بات اللي حضرتها بالصلصة ديال المطيشة والكفتة، كتجي لذيذة بزاف. وكيف كتعرفوا الوصفات ديال لي بات ما تياخذوش معنا وقت طويل نهائيا في التحضير ديالهم. غادي ندوزو الان باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كميه من المطيشه تكون محكوكه، شويه ديال الكفته اللي حكيت عليها البصله وزدت عليها شويه ديال الربيع، العطريه غادي نحتاجو الخرقوم، الملحه، البزار والسكينجبير، غادي نحتاجو الثومه، قزبر ومعدنوس، 2 معالق كبار من زيت المائده، بصله محكوكه، والعطريه اللي غادي ندير عليها الكفته، الملحه، البزار، التحميره، الكمون والسكينجبير. غادي ناخذ واحد المقله نديرو فيها زيت المائده، غادي نشحرو فيها البصله. الكميه راه دائما كتبقى على حسب افراد الاسره. من بعد غادي نزيد مطيشه، ثومه، العطريه اللي ذكرت معاكم صافي، وغادي نخليو هادشي يتشحر مزيان. وغادي ندوزو الكفته اللي غادي نزيدو على العطريه اللي ذكرت معاكم. ديجا حكيت عليها بصيله صغيره وزدت عليها قزبر ومعدنوس، غادي نخدموها مزيان. كيف شفتوا هنا انا هاد لي بات ما استعملتش فيها نهائيا مطيشه الحك، حيت خدمت بالطوماط سيريز اللي ديجا كتكون حمراء، لهذا استغنيت عليها. صافي غادي نخلطوا هاد الكميه اللي عندنا ديال الكفته مزيان صافي، ومن بعد غادي نشكلوها كويرات حسب الحجم اللي بغيتو. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي، غادي نشكلها كويرات. من بعد غادي نديروها فوق الصلصه ديال المطيشه صافي، غادي نديروها بهذا الشكل، غادي نخليوها طيب شويه. وفي اخر مرحله غادي نضيفو قزبر ومعدنوس، وغادي ندوزو باش نسلقوا لي بات. من طبيعه الحال غادي تختاروا الشكل اللي بغيتو اللي كتفضلوا، انا خدمت بهذا اللي على شكل فيس صافي. وغادي نسلقوها في ماء اللي يكون مملح غليان. حاولوا ما تبالغوش ليها في السليق ديالها باش تبقى متماسكه وما تجيش معجنه، نجيب هذا الشكل كيف ما هو موضح في الفيديو. صافي غادي نضيفوها على الصلصه. هنا حيت الكويرات ديال الكفته باش يبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي غادي نخلطوها مزيان حتى تشرب لينا هاد الصلصه. ومن بعد غادي نحطوها في طبق التقديم. وغادي نزيدو على كويرات ديال الكفته من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بات اللي حضرت معكم اليوم، اللي حضرناه بمطيشه والكفته. صراحه كيجيو لذاذ بزاف، وكيف قلت لكم كيبقاو من الوصفات اللي ما كياخذوش معنا وقت طويل نهائيا في التحضير ديالهم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. الا كنتو من الزوار الجدد للقناه وعجبكم المحتوى اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصلنا نهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.